دلوقتي لما تروح للبريد المصري عشان تجدد بياناتك او تفعل حسابك ممكن تكسب 1,000,000 جنيه وهوب تبقى مليونير في لحظه يا بطل. مبروك ال1,000,000 جنيه للفائز الاول. انت كمان ممكن تكسب 1,000,000 جنيه. روح اي مكتب بريد بعد العيد على طول، افتح حساب او اشتري بكارت التوفير او حدث بياناتك لحساب توفير البريد المصري. حساب توفير البريد المصري ده وقته. ازيكم عاملين ايه؟ من يوم ما عملت دفتر توفير البريد المصري وانا اطمنت ارتحت. اعلى عائد في مصر، سريه حسابات، احط فلوسي واسحبها في اي وقت، اكتر من 4000 مكتب بريد في جميع انحاء الجمهوريه، وبالي ارتاح بقى. عرفت اركز في هوايتي القديمه، تجميع استيكرات طيور من جميع انحاء العالم، تشيكوسلوفاكيا، المجر، انا في المجر على فكره، جاي ابدل الطائر ده، النقار الكوري، استيكر نادر جدا، مفيش غير 2 في العالم. التاني عندي تشكيله اوروبا الشرقيه كلها، خد انا ولا عندي الحسون والاطلاق والبطه الخشبيه في الشنطه دي. ابن الذين خد السناونه. عندي طيور المنامه كلها. دول طاروا مش مشكله، دي طيور هترجع. دفتر توفير البريد اعلى عائد في مصر، تسحب وتحط فلوس في اي وقت ومفيش امن من كده. حط فلوسك في البريد المصري وانت مغمض. البريد المصري ده وقته. ازيكم عاملين ايه؟ البريد المصري عامل خدمات حكوميه انما ايه؟ لوز. رحت النهارده في ربع ساعه خلصت شهاده الميلاد وشهاده المخالفات وبراءه الذمه وعملت دفتر توفير باعلى عائد. رحت فديت، رجعت اعمل اللي انا بحبه، رسم البورتريه. بعد 11 اشغل انوشكا، لب الابيض في جيبي، اشتغل بقى. ده انا قبل خدمات البريد تعبان، ده انا بعد خدمات البريد مرتاح، ده وانا مستاء، ده وانا مشتاق. اقل عائد اعلى عائد، متضايق مبسوط، اسوأ حنيه، كئيب لعيب، جاهز مش جاهز، مش جاهز جاهز، مرتاح مفتاح، جايز يمكن احتمال اكيد، شهاده ميلاد، براءة ذمه، مرتبك مندهش، ما راحوش، ذكي غبي. الخدمات الحكوميه تقدر تخلصها دلوقتي في اكتر من 4000 مكتب بريد، وطبعا تفتح حساب توفير باعلى عائد في مصر. خليك مع البريد المصري وانت مغمض. البريد المصري ده وقته. ازيكم عاملين ايه؟ من ساعه ما عملت دفتر توفير البريد المصري اللي باعلى عائد وانا اطمنت ارتحت. سريه حسابات، تحط فلوسك وتسحبها في اي وقت، اكتر من 4000 مكتب بريد في جميع انحاء الجمهوريه. استريحت بقى، فقت. وبما ان عندي فيلم اصوره بعد شهر في اسبانيا، جبت الراجل ده اعلمه اسباني وهو يساعدني هناك يترجم لي. على سبيل المثال، فين الحمام؟ دونت ستايل باني. 2 سكر. ده زازوكا. الحاجه دي مش بتاعتي. نو سمير. هشتري لك شقه في اول فيصل. ونتمرتمنتو في اول فيصل. اسمك ايه؟ كوموتياموس. تعالي مصر. بني اغيبتو. دفتر توفير البريد اعلى عائد في مصر، تسحب وتحط فلوس في اي وقت ومفيش امن من كده. اسمع كلامي، خليك مع البريد المصري وانت مغمض. فاسكو البريد المصري سيمبري. البريد المصري ده وقته. انا بقالي 32 سنه عايش في البحر، عامل ابلكيشن وصلها مع البريد المصري، بيوصل لي بضاعتي ويحصل لي فلوسي ويحطها في حسابي كمان، وبتابع كل ده من خلال التليفون. عامل دفتر توفير البريد المصري اللي باعلى عائد ورايق، مطمن على فلوسي. فضيت بقى، رقت، وبقى معايا وقت اركز في حياتي الجديده. بربي سمك وبهجنه. اسميهم؟ لا، السمك ما بيتسماش، السمك بيترقم. بدات بواحد ليا فول، ده بقى 25، ابن 10 و15، ده شاطر جدا كرييتيف. اللي تحت ده 8، شقي جدا، طول النهار بيلعب، عشان كده انا عاقبته وخدته من اخواته وجبته هنا. 30 كان هيغرب مننا امبارح، دايما له البتاعه دي. ده 30 ثانية واحدة بس، في حد بيتكلم. ايه؟ عايزة ماما؟ مفيش ماما، انت مزروعة، انت بتنسي؟ دفتر توفير البريد اعلى عائد في مصر، تسحب وتحط فلوس في اي وقت ومفيش امن من كده. خليك مع البريد المصري وانت مغمض. البريد المصري ده وقته.